بعد ما تجربيها بالطريقة دي هتكتشفي انك كنت تعبة نفسك على الفاضي. السايلة طلعت اسهل بكتير، وفرت عليا تعب العجن والفرد والتخمير من غير حتى ملمسها. يعني بشوية مية وشوية دقيق عملت اجمل فطار لولادي. بجد ربنا يكرم اللي اخترع الطريقة دي. سمي الله، صلي على رسول الله. شجعيني بأجمل لايك، شاركي الفيديو مع أصحابك. حطيت كده 3 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقة من البيكنج باودر، كيس من الخميرة الفورية، 3 معالق سكر، ومعلقة صغيرة من الملح. يلا اللي عارف انا هعمل ايه يكتب لي تحت في التعليقات. والله يا جماعة مفيش اسهل من الطريقة دي، انا كنت اول مرة اجربها انبهرت بجد. يعني ما شفتش ألذ ولا اسهل من كده ونفس النتيجة. حطيت كمان معلقة صغيرة توم باودر، معلقة بصل باودر، ربع كوباية من الزيت، ويا حبذا لو عندك زيت زيتون نوع كويس. حط كمان معلقة من الخل. هنزل بقى بكوبايتين كده من المية الدافية اولا، وتبقى مية دافية مش مية مغلية عشان ما تموتش الخميرة. اضفت نص كوباية مية دافية تاني وهبتدي اقلب. انا عايزة العجينة دي تبقى سايلة. بصوا ايدي ما مستش العجينة خالص، وهتتفاجئ انها نفس النتيجة. يعني كنا تعبين نفسنا على الفاضي. بصوا بقى كده القوام مظبوط. حطيت ربع كوباية مية تاني، يعني حطيت للثلاث كوبايات دقيق 3 كوبايات الا ربع ميه دافيه. غطيها بقى بكيس او استرتش وشغلي الفرن يدفى، وبعدين اطفيه وحطي فيها بقى العجينه دي. لازم تخمر على الاقل 10 دقايق. اللي يقولك ما تخمريهاش لا هتبوظ منك وتبقى معجنه. لازم تسيبيها تخمر وترتاح لغايه كده اما تحضري بقيه المكونات بتاعتها. كان عندي كده نص كيلو من البانيه، تقدري تعمليها بدون اي لحوم خالص، بالجبن بس يعني لو ضفنا لانشون، ربع اللانشون ب 60 جنيه. وشوفي البانيه، يعني البانيه ارخص من اللانشون، فنعملها بالفراخ كده يكون احسن. يعني هتكون ارخص من كل المصنعات. براحتك، عايزه تضيفي سجق، هوت دوج، اللي انت عايزاه. عايزه اقولك احنا فطرنا بيها بس ما عرفناش نتغدى. هي كانت فطار وغدا. بعد ما قطعت البانيه حطيت معلقه سمنه وهبتدي اشوحه. حطيت توم باودر، بصل باودر، جنزبيل باودر، بابريكا مدخنه، وكمان هحط ربع معلقه من الجنزبيل مع شويه الفلفل الاسود. وشوحي بقى الفراخ مع حته السمنه والتوابل. حطيت معلقه من الصويا صوص، ادت طعم حلو قوي للفراخ المشوحه. في نفس الطاسه بقى هنقل الفراخ، وهبتدي اعمل ألذ صوص في الدنيا ليها. خمنتي بقى انا بعمل ايه دلوقتي؟ يلا اكتبي لي عرفتي ولا لا. بعتذر جدا عن صوتي، ادعولي كده بالشفاء. حطيت شويه من زيت الزيتون، نص كده معلقه صغيره من الثوم، ورشه من الزعتر البري. الزعتر البري بيبقى شوك كده، وده بيدي نفس حلو قوي للصوص. بصوا بقى اضافاتي للصوص ده مميزه قوي، وبتديله طعم مدخن وحلو، وطبعا اختياري. حطيت نص كوبايه باربيكيو صوص، نص كوبايه كاتشب، وكوبايه من صلصه الطماطم اللي احنا مسبكينها. تقدري لو ما عندكيش صلصه تضربي طماطم وتصفيها وتحطيها، وتسيبيها بقى تتسبك مع شويه ملح وفلفل اسود. والتومه عندك تصفر، ما تحرقيهاش مع الزعتر، خلي بالك عشان ما تمررش الصوص. وعلى فكره الصوصات دي مش شرط تجيبي الازايز الغاليه. يعني في عطارين بيبيعوا جراكن كده، وتحط لك مثلا شويه ب 20 جنيه، شويه ب 10 جنيه باربيكيو صوص، شويه كاتشب، وكلها شركات مصريه. بس فعلا الباربيكيو صوص والكاتشب بيدوا طعم تحفه للصوص. دلوقتي بقى جبت صينيه ودهنتها زيت. اهم حاجه بقى الصينيه دي تكون ناشفه تماما. بصي انا هديكي تعليمات عشان تنجح معاكي وعمرها ما تلزق او تفشل. هبتدي بقى ابدرها بشويه دقيق كاني بعمل كيكه. وهجيب بقى العجينه. بصوا مع بال ما حضرت الفراخ والصوص وقطعت الخضار، كانت العجينه السايله خمرت بالشكل ده. لازم يا جماعه تخمر على الاقل 10 دقايق في فرن دافي. بصوا هي خمرانه ازاي وعامله فقاقيع كده. ومش هخمرها تاني بقى، هدهن الاسباتولا كده زيت وابتدي افردها. بتتفرد معايا سهل جدا. يا على الطريقه دي بقى بجد، والله انا كنت اول مره اجربها، وانتوا عارفيني صادقه ومجربين كل وصفاتي. بجد بجد يعني هتندمي لو ما عملتيش البيتزا بالطريقه دي. البيتزا السايله اسهل ما يمكن، وهتاخدي نفس النتيجه، بل بالعكس اهش واطرى واحلى. ما بقولش ما تعمليش البيتزا العاديه، بس لو ما عندكيش وقت اعمليها كده. بجد انت هتتفاجئي من النتيجه. زي ما بقولك كده العدد كامل اللهم بارك، والعيال خدوا الاجازه، فكنت محتاره في الفطار. قمت كده في نص ساعه كنت انجزتها. حطيت بقى الصوص بالمعلقه عادي، وابتديت بقى اجيب قطع الفراخ، شويه زيتون، كان فلفلايه من درج التلاجة على الفراخ اللي انا عملتها، على بصله. وكان عندي نص كيس ميكس جبن. تقدري تحطي الموتزاريلا، انا كان عندي ميكس جبن فوق الوش كده. وابتدي شغلي الفرن ودخليها. عايزه اقولك انا من سهولتها انا عملت مقدار تاني وخمرته في نفس الوقت. اللهم بارك، يعني بترمي. وعملت منها 3 صواني مش صينيتين بس.
بصوا ده المقدار التاني اللي انا فردته، بجد ما بتاخدش 10 دقايق بالظبط وبتكون جاهزة. فرنك بقى على اعلى درجة حرارة، وفردت الصينيتين وسبتهم يستووا 10 دقايق بالظبط وكانوا جاهزين بالشكل ده. انا مش قادره اوصف لك الطراوه والجمال ويعني مدى السهوله، يعني اللهم بارك، تحفه. ولا عجنت ولا فردت ولا استنيت تخمر وقت كبير ولا اي حاجه. انا عايزه اوريكي الهشاشه بتاعه العجينه من جوه. يعني انا شفت ناس كتير بيعملوها الصراحه معجنه، لكن خطوه تخمير 10 دقايق مهمه جدا جدا. هنا بقى الهجوم اشتغل وكله جعان. عايزه اقولك انا كنت بصور وقافله الكاميرا من كتر الضغط اللي عليا، وكله عايز ايه يفطر بألف هنا وشفا. حبايب قلبي، اتمنى تكون الطريقه عجبتكم. بحبكم في الله، متابعتكم اكبر شرف ليا. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.